كل المجالات، وقد حرصنا. شاهد بالفيديو تصريح خطير من ملك محمد السادس بالنسبة لعيد الأضحى. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت مسلما ومتضرر من غلاء الأسعار فيرجى الإعجاب بالفيديو. في عام 2023 يعيش المواطن المغربي الذي ينتمي للطبقة الفقيرة والهشة ارتفاع أسعار ودخول في أزمة مالية قاسية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع المواد الغذائية والمحروقات. ويفصلنا سوى أشهر قليلة على عيد الأضحى المبارك، وقد خرج تصريح من مصادر خاصة بأن العيد هذا العام سيمنع في المغرب مثل ما وقع في عام 1996 عندما دخل المغرب في أزمة معيشية صعبة. قد قام الراحل حسن الثاني ولي الله برحمته بإلغاء عيد الأضحى المبارك على المغاربة. أن يعلموا أن العيد هو عبارة عن سنة وليس فرضا، لكن المغاربة يمرون من ظروف استثنائية هذا العام. قرار إلغاء عيد الأضحى في المملكة المغربية وارد وسيخفف عن الأسر الفقيرة. وفي النهاية لا تنسوا إخبارنا هل أنتم مع هذا القرار أم ضده.